السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين. لا تنسوا تشجيعنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. تشاهدون في هذا الفيديو ترتيب الدوري الجزائري بعد الجولة العاشرة وبرنامج جميع مباريات الجولة 11. نبدأ بالترتيب، حيث يحتل فريق مولودية الجزائر الصدارة برصيد 19 نقطة من 7 مقابلات، متبوعا بمولودية وهران ب17 نقطة، وفي المرتبة الثالثة أولمبي أقبو ب17 نقطة أيضا. وفي المرتبة الرابعة شبيبة الثورة ب16 نقطة، وفي المرتبة الخامسة شبيبة القبائل ب15 نقطة، وفي المرتبة السادسة شباب الوزداد ب13 نقطة، وفي المرتبة السابعة اتحاد العاصمة ب13 نقطة، وفي المرتبة الثامنة مولودية رويسات ب13 نقطة، وفي المرتبة التاسعة نجم بناكنون ب13 نقطة أيضا. في المرتبة العاشرة شباب قسنطينة ب12 نقطة، في المرتبة الحادي عشر اتحاد خنشلة ب11 نقطة، وفي المرتبة الثاني عشر أولمبي شلف ب10 نقاط، وفي المرتبة 13 وفاق سطيف ب10 نقاط، في المرتبة 14 ترجي مستغانم ب8 نقاط، وفي المرتبة 15 نادي بارادو ب7 نقاط. أما في المرتبة السادس عشر والأخيرة فنجد مولودية البيض ب3 نقاط فقط. أما برنامج مباريات الجولة 11 فتكون كالتالي: مباريات يوم السبت 8 نوفمبر 2025 على الساعة 7 مساء، اتحاد خنشلة يواجه ترجي مستغانم، مستقبل الرويسات ضد مولودية وهران، شباب الوزداد ضد اتحاد العاصمة، ووفاق سطيف يواجه أولمبي أقبو. أما مباريات يوم الأحد 9 نوفمبر 2025 على الساعة 7 مساء فتكون كالتالي: مولودية البيض ضد مولودية الجزائر، أولمبي شلف يواجه نجم بناكنون، شباب قسنطينة ضد شبيبة القبائل، وشبيبة الثورة تواجه نادي بارادو.